الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا في موضوع الكركال، الحمد لله عز وجل انتهت اللجنة من عقد الكركال والملاحظات عليه، وهذا ما ذكرته في آخر جلسة لمجلس الأمة، وبينا أن تكشف اللجنة أن هناك هدر للمال العام في بنود العقد تقدر قيمته 349 مليون يورو. وتوصلت اللجنة إلى مسؤولية مجموعة من الأشخاص من وزراء وكلاء وزارة قيادات في الجيش عن العديد من الأعمال والتصرفات اللي شابتها أوجه التقصير وضعف في متابعة الأعمال وإخلال الموظفين بأعمالهم، مما ترتب عليه العديد من الأضرار اللي لحقت بالوزارة وبالمال العام. ومن المهم أن نتبين للجنة بوضوح إخلال الشركة المتعاقدة الفرنسية، إخلالها بالالتزاماتها التعاقدية، سلمت محركين يختلف عن باقي الطائرات، وهذا يعد إخلال جسيم للشروط التعاقدية، وكادت تذهب أرواح طيارين كويتيين، علاوة على العيوب العديدة والمتكررة التي حدثت للطائرات الأخرى. وبدر من هذه الشركة العديد من التصرفات التي تخل بعقد الاتفاق ولم تلتزم فيه، كما ثبت تدليس وغش هذه الشركة، حيث أنها أقرت عند التوقيع على العقد بأنها لم تدفع أي عمولة، وتبين بوضوح ثبوت دفع عمولات وصدور حكم تحكيم نهائي يثبت ذلك. وتوصلت اللجنة بقيام بعض المسؤولين في الوزارة بالتستر لصالح هذه الشركة للأسف، وهذا يشكل شبهة جريمة إخفاء واقعة بشأن الكشف عن العمولات تستوجب المساءلة وفق القانون. وثبت للجنة إخفاء الشركة الفرنسية لمعلومات جوهرية، مما رتب أضرار جسيمة بحق الوزارة والمال العام. ما أستطيع لسرية المعلومات أني أوضحها الآن، لكن تم عرضها بالتقرير، وخاصة فيما يتعلق بأرواح الطيارين. وخلصت اللجنة إلى ضرورة وأحقية الوزارة بقيامها وبشكل فوري بتفعيل بنود العقد من صرف وتسييل لكافة المبالغ المحجوزة تحت تصرف الوزارة. انتهى العقد، واجب اليوم أن فعلا تعاقب هذه الشركة على أفعالها، حيث تبين اللجنة بأن الوزارة على الرغم من التأخر في تفعيل بنود العقد ووقوع الأضرار بالمال العام جراء إخلال هذه الشركة بالتزاماتها، لأن الوزارة ما زالت تحتفظ بمبالغ مالية تخص هذا العقد، من ضمان الدفعة الأولى للعقد، كفالة الإنجاز، الدفعة الأخيرة من العقد، وغيرها من البنود تقدر بمبلغ يزيد عن 400 مليون يورو، يجب بشكل فوري صرفها وتسييلها من غير تأخير. وترى اللجنة أن من حق الوزارة فسخ العقد وتطبيق الغرامات وطلب تعويضها عن الأضرار الناشئة، أو يمكن التغاضي في حال قبول الشركة تقديم التعويضات وجبر لجميع الأضرار والمخالفات والحقوق المهدرة التي هي من حق الوزارة، مع مراعاة أن لا تقل التعويضات أو الخدمات الإضافية عن القيمة التقديرية للأضرار التي أصابت الوزارة والتعويضات التي تستحقها. لذلك نحذر من أي محاولات، وهذه رسالة لسمو رئيس الوزراء اليوم، ونحن نعلم عنه موقفه الواضح كان في شأن التحويلات، واللي رفع اسمه عند الكويتيين هذا الموقف الشجاع وشجاعته في الإدلاء بمعلومات للجنة التحقيق في وقتها في 2012
في مجلس الأمة عن هذا الموضوع، اليوم نقول له ونحذره من محاولات للأسف للالتفاف للتضييع المال العام، وللأسف يعني عدم معاقبة هذه الشركة وعدم حفظ حقوق وزارة الدفاع في محاولات لتمديد مثل هذا العقد أو تعديله. ونحذر كل من يقدم على مثل هذا الموضوع دون أخذ الضمانات اللي ذكرناها في هذه الكلمة من التسييل ومن وضع المبالغ 32% من العقد تقريبا هو هدر في الأموال. لذلك يجب أن نكون واضحين في التعامل مع هذه الشركة. للأسف اللي شفنا على مدار هذا التحقيق أن كان هناك تهاون معها غير مبرر أبدا. شكرا لكم.